قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل المسلم يشرب الخمر؟ ويتوب قال: نعم يشرب. نعم. أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قال: هل يكذب المؤمن؟ قال: لا يكذب. المؤمن لا يكذب، لأن الكذب من أسوأ الأخلاق. أسوأ الأخلاق هي الكذب. قال واحد مرة سئل قال له: أيهما أحسن، النمام أو الكذاب؟ قال لهم: والله لو جئت للمقارنة فأنا لا أرضى عنهما معا، يعني لا الكذاب ولا النمام، فكلاهما سيء. ولكن لو كنت أقارن بين سيء وأسوأ لوجدت أن النميمة سيئة ولكن الكذب أسوأ من النميمة. قالوا: لماذا؟ قال: لأن الكذاب النمام يفرق بين الناس، هذا يأتي لهذا بكلام ويأتي لهذا بكلام، يضرب هذا بهذا، هذا هو النمام. لكن هذا يمكن أن يتقى، يعرف حاله، فإذا به كثير من العقلاء كعبد الملك بن مروان كان إذا جاءه أحد بنميمة قال له: اجلس، ونادى من نم فيه، فجيء به إليه قال له: اجلس بجانبه، أعد لي ما قلت فيه، فيداويه حتى مرة واحد من كبار العلماء جاءه أحد إلى الأمير، جاءه بغيبة فيه، يريد أن يقطع العلاقة بينه وبينه بالنميمة، فإذا به يقول له: اجلس، وينادي صاحب الأمر يقول له: تعالى أعد لي ما قلت فيه. لما رأى الخليفة، رأى أمير المؤمنين يطلب منه هذا، ما وسعه إلا أن يعيد الكلام، فقال له ذلك العالم، قال له: أنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت. قال له: إما تكلمت معك بيني وبينك بكلام سر بيني وبينك، أعطيتك أمانة، استودعتك، المجالس بالأمانات، فلماذا نقلت عني؟ إما أنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم، فأنت خائن وأثيم. فالرجل قيل له قال: ربما أداوي النمام بالمقابلة، حيث أقابل بينه وبين من طعن فيه، فينتهي الموضوع ويداوى ولا يتجرأ مرة أخرى على أن ينم. لكن الكذاب لا أستطيع أن أفعل له شيئا، لأن الكذاب يخلق ما يقول. الكذاب يخلق ما يقول، ولهذا قال: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة.